سمعت عن رحلة المصري القديم إلى ضفاف الوادي؟ أكيد سمعت. طب سمعت عن رحلة عبد السميع من صعيد مصر إلى ضفاف المدينة؟ أكيد ما سمعتش. تعال بقى يا شقيق أحكي لك كيف نشأت مهنة البروكر والريل استيت وبزنس العقارات كله، ولكن من خلال نظرة سينمائية بحتة، نظرة تكاد تكون ساذجة وبسيطة وكوميدية وبتضحك، لكن حقيقية قوي ومشابهة جدا لواقعنا المرير. عبد السميع الراجل الصعيدي اللي جاي من اخر صعيد مصر، من قرية منفلوط بالتحديد، بياخد مراته وعياله وتحويشة عمره عشان يعيش بيهم في مصر لحد ما يلاقي شغل. لكن عبد السميع بفصاحة الصعيدي الجواني القديم بيشيل فلوسه في الشال، وزينب اللي هي مراته بتقول له مش كده الفلوس دي تضيع، قال لها ما يضيعوش الا لو ضاع الشال. وطبعا الشال بيضيع بمجرد ما عبد السميع بيركب القطر. وهنا بينزل عبد السميع اول يوم انترنشيب ليه في شغله في العاصمه قبل ما يبقى بروكر ويقابل المستكاوي. المستكاوي يا شقيق بروكر قديم بل ونصاب على قديمه، مش بعيد كمان يكون جاي من الصعيد الجواني زي عبد السميع. لكن مشكلتنا دلوقتي ان عبد السميع اتنصب عليه من المستكاوي في الفلوس اللي جمعوها له الناس في القطر، وكمان خد منه حلق زينب، وكان ده اول درس يتعلمه عبد السميع من المدينه. عبد السميع بينزل يدور على كل اللي من بلدياته عشان يساعدوه في المعيشة، ولكن كلهم في منهم اللي سافر وفي منهم اللي اتسجن، لحد ما بيعثر عبد السميع في الراجل ده ويقول له تشتغل بواب. طبعا عبد السميع بيوافق. الراجل الاتش ار الريكروتر اللي واقف قدامك ده اللي وظف عبد السميع بياخد منه نص ماهية اول شهر، وبيقول له دي عمولتي 50-50. وده كان تاني درس بل اهم نظرية عبد السميع اكتسبها من اول يوم ليه انترنشيب في المدينة، انه اي حاجة بعد كده هيجيبها هياخد عليها 50-50 وتبقى اسمها عمولتي. على الجانب الاخر بقى عندنا واحد تاني كان قادم من الارياف برضه، بس قبل عبد السميع بزمن، وهو الاستاذ فرحات المنوفي.